كل الفئات لما روحها تحت غطاء مؤسسة أو جمعية ما تحميها إلا نحن متقاعدي الجيش. داروا لنا هذه المنظمة اللي عينوها السراقين اللي سرقونا، هما اللي عينوا المسؤول علينا وقاعد يغطي في السرقة تاعو. احنا ما سكتوش وما نرضوش بهذه الإهانة وبهذا الذل اللي راه صار لهذه الفئة اللي ضحت بالنفس والنفيس من أجل هذا الوطن. ومانيش جاي نقول انايا باللي انا هو كي ما على باليش انا هو اللي حميت الجزائر ولا انا اللي درت الجزائر. كل الشعب الجزائري يحب الجزائر وبدون تزايد، لكن باش نلحقوا للاهانه اللي لحق لها متقاعد الجيش هذا لا. انا باش تزيد لي 200,000 وتساويني مع بطال، هذا لن اقبله ولن يتقبله اي واحد من متقاعدي الجيش. الرسالة الثانية اللي نوجهها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني سيادة الرئيس، أنت هو الكل في الكل. أنت من وعدتنا وأنت من قلت أنكم تستحقون حقوقكم والملف بين أيدي. أين هذا الملف وأين هذه الحقوق يا سيادة الرئيس؟ نريد منك الإجابة، إجابة صريحة. عندك لقاءات دورية كل أسبوع أو كل 15 يوم مع الصحافة، تكلمت عن جميع المواضيع إلا ملف متقاعدي الجيش لم يتذكر على لسانك ولا على لسان صحافتك الذين كل يوم نسمع أسئلة في مختلف المجالات إلا عن هذه الفئة. ما كان حتى سؤال وما كان حتى جواب. إلى متى هذا التماطل؟ السلام عليكم.